واحد بيسالني بيقول لي ايه فوائد الشوفان؟ يا جدع قول لي ايه اضرار الشوفان؟ ده بص، قسما بالله اللي بيحط شوفان في بقه غلطان في حق نفسه. انا اقسمت بالله، بيني وبينك تجربه. روح جرب ان انت تشيل الشوفان من البرنامج الغذائي بتاعك او من وجباتك اليوميه، وبص على صحتك وجهازك الهضمي وعضلاتك وكل حاجه حلوه ايه اللي هيجد. يعني شوف انت لما تشيل الشوفان هيبقى عندك ايجابيه ولا سلبيه؟ ايه رايك؟ ملناش دعوه بقى فلان بيقول ولا على جوجل ولا الكلام ده. انت قاعد عندي في البث وبتقول لي يا كابتن فوائد الشوفان، وانا بقول لك يا عم ملوش فوائد خالص. بيني وبينك تجربه. لو انت بتاكل شوفان، شيل الشوفان من اكلك، حط مكانه كرب. اي نوع من انواع الكرب، سريع او بطيء مش مهم، وشوف ايه اللي هيجرى لك. لقيت نفسك احسن، الجهاز الهضمي بتاعك بقى احسن، القولون بتاعك بقى مستريح، لقيت شغل في عضلاتك، مالكش دعوه بالشوفان. لقيت يابا كلام انا مش جاي على هواك والدنيا كعبلتك، الغي اللي انا قلت لك عليه ورجع الشوفان. موضوع بسيط، بسيط جدا. انا عايز مصلحتك، انت تاكل شوفان ما تاكلش شوفان انا ما عنديش مشكله، مش فارق معايا خالص يعني. بس انا بقول لك بحكم تجربه وخبره. قسما بالله اللي بياكل شوفان غلطان في حق نفسه. جرب، انت هتعرف بنفسك، بس مش من اول يوم. ادي نفسك اسبوعين ثلاثه وشوف رد الفعل. لو ما لقيتش ايجابيه تعالى قول لي يا كابتن انت مش على حق. تمام.